بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام. وصفتنا لليوم إن شاء الله باش تكون وصفة البراونيز، باش نعطيكم وصفة سهلة 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 على الآخر وبنينة، وباش تعجبكم إن شاء الله الناس الكل. أما قبل ما نعطيكم الوصفة باش نطلب منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نعطيكم توا المكونات والمقادير. عندي لهنا 220 جرام زبدة، 220 جرام سكر، 90 جرام فرينة، 300 جرام شوكولاتة، و45 جرام كاكاو. وعندي زادة 210 جرام من البيض، اللي هما يجوا 3 بيضات كبار الحجم، إذا كانوا صغار الحجم تنجموا تستعملوا 4 بيضات. عندي رشة ملح وسكر فانيليا، وتوا نخلي لكم المقادير الكلها مكتوبة إن شاء الله في صندوق الوصف. توا أول حاجة بديت بها، حطيت الشوكولاتة متاعي تذوب في الميكرووند، وتنجموا تذوبوها على حمام مائي. بعد ما ذابت الشوكولاتة زدت عليها الكمية متاع الزبدة وباش نحاول نذوبها. إذا ما ذابتش كما صار لي أنا توا، باش تنجموا ترجعوها للميكرووند لمدة 30 ثانية حتى لين تذوب تماما. وبعد ما ذابت عندي الشوكولاتة والزبدة باش نحطها على جنب تبرد، وباش نجيب البيض باش نزيد عليه السكر فانيليا ورشة الملح وكمية السكر اللي عندي، وباش نجيب الفوي ونبدأ نخفق حتى لين السكر اللي عندي الكل يذوب والبيض يبيض. وتوا بعد ما ذاب السكر وبيض العظم باش نزيد الخليط متاع الشوكولاتة والزبدة الذايبة. يلزم يكون هنا خليط الشوكولاتة والزبدة بارد، ما يلزمش يكون سخون، وباش نخلط حتى لين يتجانس الخليط. باش نزيد توا النواشف اللي هما الفرينة والكاكاو. بالنسبة للفرينة راهي مغربلة، والكاكاو زادا يلزم تغربلوه باش نحو الكعبر اللي فيه. بالنسبة للروسيت دو باز متاع البراونيز راهي ميجيش فيها الخميرة، اما فما وصفات اخرى يحطوا فيها الخميرة اللي هي الوصفات الكوميرسيال. ان شاء الله توا نشارك معكم في الفيديوهات القادمة وصفة البراونيز الكوميرسيال. توا باش نكمل نخلط، وتوا نوريكم القوام متاع الخليط كيفاش يلزم يكون. يلزم يكون عاقد، ماهوش كيما الخليط العادي متاع الكيك. وهذا قوام الخليط اللي لازم نتحصل عليه. توا انا باش نزيد شويه زوزه مقطعه، تنجموا تستغنوا عليها الاضافه هذه. وباش نخلط، وبعد باش نصب الخليط متاعي في المول اللي باش نطيف فيه. بالنسبه للكبر المول اللي باش نطيف فيه هو 25 سنتيمتر كاري، 25 سنتيمتر على 25 سنتيمتر. وبعد باش نزين زاده الوجه متاع البراونيز بشويه زوزه وشويه شوكولاته مهروشه. وبعد باش ندخل للفور سخون 180 درجة. الفور يشعل من فوق ملوطة. بالنسبة لي خذا معايا 30 دقيقة. بالنسبة لكم بالطبيعة كل واحدة وحسب الفور اللي عندها. أما عموما راهو يطيب ما بين 20 ل 30 دقيقة.
وهذا البراونيز بعد ما طاب وبرد توا باش نقصه وباش نوريكم النتيجة النهائية. ان شاء الله وصفة اليوم تكون عجبتكم، وان شاء الله نكون فدتكم. توا ما بقى لي باش نقول لكم كان لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.